بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب واهلا بكم في فيديو جديد مع المشجع الهلالي. واللي دلوقتي عزيزي المشجع الهلالي انا هتكلم فيه معاك عن اهم واخر اخبار نادي الهلال، بس كالعاده حابين ان احنا نصلي على النبي ونقول عليه افضل الصلاة والسلام، وفضلا ليس امرا دعمنا بزر اللايك، ولو مش مشترك في القناة فانا بدعوك للاشتراك فيها. ودلوقتي وقبل ما ابتدي معاك اخبار نادي الهلال في نقطتين يا شباب يعني حابب ان انا اتكلم معاك فيهم. اول نقطه ان احنا نبارك لنادي الهلال بفوزه على الاتحاد، وتاني نقطه حابب ارد على بعض الجماهير النصراويه او بعض الجماهير الفجرويه اللي حبت تحفل على نادي الزمالك. بس في البدايه خلينا ان احنا نبارك لنادي الهلال بفوزه على الاتحاد 3-1 في البطوله العربيه. يعني كالعاده يا شباب يعني الهلال في ضعفه بيكسب الاتحاد، وفي قوته بيفوز على الاتحاد. الاسد يمرض ولا يموت. الف مبروك لكل جماهير نادي الهلال بالفوز على نادي الاتحاد، وان شاء الله يعني يكون نادي الهلال بطل للبطوله العربيه. طيب تعالى بقى نبتدي معاك اخبار نادي الهلال. اول خبر معايا يا شباب وهو مصعب الجوير يدخل دائرة اهتمامات نادي الاتفاق في فترة الانتقالات الصيفية بعد رغبة الجهاز الفني بقيادة ستيفن جيرارد بتدعيم صفوف الفريق، حيث تسعى إدارة نادي الاتفاق في الحصول على خدمات اللاعب مصعب الجوير على سبيل الإعارة. طيب شوفوا يا شباب يعني مصعب الجوير سنه صغير ولاعب كويس جدا، لكن في ظل وجود النجوم الكبار اللي بيلعبوا في نادي الهلال في وسط الملعب انا شايف ان صعب جدا ان مصعب الجوير يلعب على حد فيهم. فالافضل لمصعب الجوير ان هو ينتقل الى نادي الاتفاق على سبيل الاعاره. كمان اللاعب هيلعب بصفه اساسيه، وكمان اللاعب هيكتسب خبرات مع نادي الاتفاق. فالافضل للاعب ان هو ينتقل الى نادي الاتفاق على سبيل الاعاره. طيب تعال الهلال يقدم عرض ضخم من اجل ضم اللاعب فيكتور اوسيمين نجم نادي نابولي الايطالي. طيب شوفوا يا شباب يعني إدارة نادي الهلال قدمت عرض واثنين وثلاثة للاعب، وكل العروض اللي قدمت للاعب اترفضت من اللاعب واترفضت كمان من نادي نابولي الإيطالي. لكن لسه يعني إدارة نادي الهلال متمسكة باللاعب وقدمت خلاص عرض كمان أخير للاعب ب 160 مليون يورو. لكن اللاعب كمان رافض ان هو ينتقل الى نادي الهلال، وكمان نادي نابولي الايطالي رافض العرض المقدم من نادي الهلال ومتمسك باللاعب. فانا شايف ان هيكون امر صعب جدا ان اللاعب ينتقل الى نادي الهلال. طيب تعال بقى نشوف الخبر الثالث يا شباب وهو متروفيتش قريبا جدا من نادي الهلال بعد ظهوره في احد المطارات. طيب شوفوا يا شباب يعني تفاصيل الخبر بتقول ان اللاعب خلاص غادر معسكر الاعداد لنادي فولهام الانجليزي واتجه الى احد المطارات، يعني متجه الى المملكه العربيه السعوديه وبالتحديدا الى العاصمه الرياض. يعني معنى كده ان ممكن خلال الساعات القادمه ان شاء الله اللي جايه نسمع ان اللاعب انتقل الى صفوف نادي الهلال رسميا ويتم تعاقده مع نادي الهلال. والخبر ده مش من عندي، الخبر ده حسب ما تداولته الصحف العالمية. طيب شوف الخبر الرابع يا شباب وهو اقتربت إدارة نادي الهلال من حسم صفقة اللاعب حسان تنبكتي مدافع نادي الشباب، وذلك بعد تقديم مبلغ مالي 100 مليون ريال سعودي. طيب شوفوا يا شباب يعني تفاصيل الخبر. الأندية اللي قدمت عرض لشراء اللاعب هم الهلال والنصر والاهلي والاتحاد. دول الاربع انديه اللي قدموا عروض لشراء اللاعب حسان تنبكتي، وكان اقوى عرض مقدم من نادي الهلال ب 100 مليون ريال سعودي. لكن اداره نادي الشباب رفضت العروض كلها المقدمه من الانديه دهيت، ورفضت وقالت اللاعب يا جماعه الخير مش للبيع. كمان طلع احد المسؤولين من نادي الشباب على احد القنوات السعوديه وقال يا جماعة الخير اتركونا في حالنا، حسان تنبكتي مستمر مع نادي الشباب واللاعب مش للبيع. فأنا شايف لو حسان تنبكتي اللي انتقل إلى نادي الهلال هتكون صفقة قوية جدا جدا، لكن أنا شايف إن هو هيكون أمر صعب جدا إن إدارة نادي الشباب تفرط في خدمات اللاعب. طيب تعالوا بقى يا شباب نتكلم عن بعض الجماهير النصراوية أو بعض الجماهير الفجروية اللي حبت تحفل على نادي الزمالك بعد مباراة الزمالك والنصر في البطولة العربية، وتعادلوا مع نادي الزمالك وقعدوا يقولوا الزمالك وينه كسرنا عينه، الزمالك وينه كسرنا عينه. طيب شوفوا يا شباب يعني انا مش ضد ان انت تفرح وتهيص وتحفل براحتك وتقول اللي انت عايزه،
بس في حاله لما تكون كسبان. يعني هدي لك مثال، نادي الهلال لما لاعب نادي الزمالك في كأس السوبر لوسيل، نادي الهلال فاز لعبا ونتيجة، ومن حق جماهير نادي الهلال تحفل وتعمل اللي هي عايزاه على طريقتها لأن فريقها كسبان، ومن حقها إن هي تحتفل براحتها. لكن نادي النصر ما قدرش يعمل حاجة مع نادي الزمالك غير يعني في الدقيقة 88 قدر إن هو كبيره يتعادل مع نادي الزمالك اللي مليان مشاكل. نادي الزمالك ما عندهوش رئيس نادي الزمالك عنده مشاكل فنية ومشاكل إدارية ومشاكل مادية، وكمان في بعض اللعيبة ما خدتش مستحقاتها. وكمان نادي الزمالك ما جابش صفقات جديدة بعكس النادي النصر اللي هو عنده استقرار إداري واستقرار فني. كمان النادي انضم إلى صندوق الاستثمار السعودي، كمان نادي النصر بيجيب أفضل صفقات في العالم بيتعاقد معاها. وكل ده ونادي النصر ما عرفش يعمل حاجه مع نادي الزمالك. كبير نادي النصر انه هو اتعادل مع نادي الزمالك، بس احنا طول المباراه نادي الزمالك ماسك المباراه على نادي النصر. 88 دقيقه الجماهير النصر الزملكاويه اللي متواجده في السعوديه وهي فرحانه وبتحفل في المباراه على الجماهير النصراويه اللي كانوا قاعدين زيهم زي الكراسي، مع احترامي لبعض الناس المحترمه اللي ما حفلتش. لكن يعني انت بتحفل يعني واحد من الجماهير، يعني بعض الجماهير النصراويه انتوا بتحفلوا زيكم زي الكراسي، انتوا قاعدين ما عرفتوش تعملوا حاجه غير ان في اخر دقيقتين اتعادلتم، وبعد ما اتعادلتم قعدتوا تقولوا الزمالك وين وكسرنا عينه. يا حبيبي ده انت اللي متعادل.